السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة وصفات لعيد الأضحى بطريقة كده مميزة. كل سنة وانتم طيبين. كل الوصفات هسيب اللينكات في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي لكل فيديو بطريقة سهلة. نبتدي كده الأول نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول وصفة معانا كبسة اللحمة. الكبسة عاملينها بطريقة سهلة جدا. الرز كده مفلفل واخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه، وقطعة اللحمة مستوية متماسكة واخدة لون حلو كده وطعم جميل، وشوية شوربة حلوين. بطريقة سهلة جدا تقدري تعملي الكبسة وعاملاها بطريقة مميزة علشان خاطر ما يبقاش اللحمة كده جوه الرز بالطريقة التقليدية. وتاني وصفة معانا ما ينفعش طبعا العيد من غير صينية السمين أو حلويات المذبح. الصينية دي بقى فيها كل حاجة، فيها ممبار، كلاوي، قلوب، مخاصي، كبدة، فشة، كل ما يشتهي الأنفس، كل حاجة بالتفاصيل من أول التنظيف لحد التسوية بكل تكتها. وطبعا ما ينفعش العيد من غير مشاوي. عيد أضحى يبقى مشاوي. هنعمل بقى الصينية الجبارة، صينية بجد يعني تشرفك في أي عزومة، صينية المشاوي. معانا بقى هنا رز العزومات، رز المشاوي، رز بالمكسرات، رز بقى بيودي الصينية دي في حتة تانية خالص. ومعانا بقى اللحمة، لحمة شرايح، كفتة، ريش، طرب، وكله واخد طعم وريحة الفحم. قطعة اللحم مستوية كده وطرية، وأهم حاجة مش محروقة، والتتبيلة خطيرة، والتكات والتسوية بصوا يعني الأهم كمان إن هي معمولة في أسرع وقت. وكل أسرار المشاوي إن تطلع معاكي قطعة اللحمة طرية ومش محروقة ومتماسكة. وكمان بقى معانا صينية الرقاق، واخد كده لون جميل كده من تحت ومقرمش من بره، وكمان طري من جوه مش معجن. اهم حاجه يبقى طري بس مش معجن. طالع معاكي كده صينيه الرقاق كانها فطيره، ما فيهاش كمان ايدام كتير. والتعصيج اللحمه بطريقه كده سهله وجميله، يطلع معاكي كمان اللحمه المفرومه كده مفلفله. وكمان بقى مش هننسى بقى الناس الاكيله، طاجن لحمه الراس بكل تكاته، ريحة وطعم خطير. لو في حد ما بيحبش لحمة الراس جربيها، أتحداكي إن هو بجد هيعشقها. قطعة لحمة دايبة ريحتها حلوة. أهم حاجة في لحمة الراس والحاجات اللي هي بتاعت المذبح، أهم حاجة اللي بتخلي الناس يعني ينفروا من الأكلة ما يحبوهاش الريحة. أهم حاجة لو مغسولة كويس، النقع تمام، طريقة التسوية، التتبيلة، كل الحاجات دي هتودي لحمة الراس في حتة تانية خالص. بجد جربوها. وطبعا مش هننسى المحاشي، صينية محشي ورق العنب. بصوا بطريقة كده سهلة جدا، بأسرع وقت هتعملي صينية محشي ورق عنب وفلفل. أنا بحب جدا الورق العنب مع الفلفل، لازم أحط فيه حتى لو قرن واحد فلفل. وطبعا شرايح الليمون. بصوا تكات كده بسيطة هتطلع معاكي صينية ورق عنب بالخضار جميلة جدا، هتشرفك على سفرتك في العيد الأضحى بإذن الله. بصوا ما فيهاش ولا نقطة مية، أهم حاجة التسوية، ما فيهاش ولا نقطة مية. هنعمل بقى فخدة الخروف في الفرن بالرز المبهر بقى، شوية رز كده بالبهارات واخد لون حلو. وفخدة الخروف عاملينها بطريقة سريعة في الفرن. بصوا أهم حاجة برضو النقع، التسوية. بجد كل فيديو قايلة كل تكات تطلع معاكي الأكل طري مقرمش مستوي، طعم وريحة خرافة. عملنا بقى كفتة على الفحم ومشاوي على الفحم. اللي ما عندوش شواية هنشوي في الفرن، مفيش أي مشكلة. عاملين كفتة مشوية. السر بقى في الصوص اللي احنا كنا بنصبع بيه صوابع الكفتة، مخليها بقى عطيها طعم وريحة ولون جميل جدا. الكفتة دي تقدري تاكليها طبعا مع العيش بقى كده وشوية سلطات، ونقدر كمان ان احنا جنبها شوية مكرونة للولاد. بصوا طلع طرية متماسكة ولون وطعم وطريقة تسوية سريعة زي ما انتوا شايفينها في الفرن.
سريعة جدا. وكمان هنعمل مع بعض المخاصي. اللي حابب بقى ياكل مخاصي لوحديها، احنا لسه كنا عاملين صينية فيها بقى مخاصي وشوية حلويات المذبح، بس اللي عايز ياكل مخاصي لوحدها كده تمام بطريقة سهلة وسريعة، من أول طريقة التنظيف والنقع والتسوية. مش هننسى بقى أهم حاجة على سفرة العزومات، ورقة اللحمة. ورقة اللحمة بشوية الخضار، بص بقى هنقفلها كده وهترميها جوه الفرن عبال ما نعمل شوية أكلات كده من فوق، شوية رز شوية سلطات معرفش ايه، هتكون استوت معاكي والدنيا تمام. طب طريقة التقديم بنفس الصينية البايركس دي كده أو أي صينية عندك والله ما هتقول لأ. بصي بطريقة سهلة، هنفتح كده ورق الفويل، ورق الزبدة، هنلاقيها هي معانا جوه مستوية زبدة. قطعة اللحمة بطريقة التسوية اللي أنا عاملاها طالعة معايا دايبة دوب. وطبعا الريحة أهم حاجة، احنا قلنا العين بتاكل قبل يعني اول حاجه بتقع عليها عينك الاول تمام، فلازم يكون الشكل كده زي ما انت شايفاه. وطبعا الريحه كده تحت الفرن وعلى طول على السفره. وهنعمل بقى مع بعض، بصوا بقى دي عايزه الناس اللي بتفهم في الاكل، الناس الاكيله بجد، طاجن الكرنب بالكوارع. الناس بقى اللي ما بتحبش تاكل الكوارع بايديها والكلام ده كله، لا يعني احنا عاملين الكوارع بتكات، ان انت كده بالشوكه وانت بتاخدي صباع محشي هتاخدي معاه قطعه من الكوارع. وعملنا كمان طاجن الكوارع في الفرن، والكرنب بقى واخد بقى من ريحه الكوارع وطعمها مع ريحه الفخار مع الفرن بجد. طاجن لازم 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 تجربوه. ومش هننسى بقى عرق اللحمه البارده. طيب انا مش عايزه اجيب عرق لحمه، احنا عاملينه باللحمه المفرومه بطريقه كده. بص طالعه القطعه معايا متماسكه، مفيش حد هيقدر يعرف ان دي قطعه من اللحمه المفرومه. عاملينها بطريقه كده وطعم جميل جدا. وتقدري كمان تقطعيها ارفع ما انا مقطعاها، هترمي معاكي كتير بطريقه موفره. شويه رز مبهر او رز بالمكسرات، هتقدري رز بسمتي، وهتقدري كده تعملي عرق لحمه بارد جميل جدا من اللحمه المفرومه. انا عاملاه من نص كيلو من اللحمه المفرومه. الممبار او العصبان زي ما بتقولي عليه، بصي بقى احنا عاملينه من اول طريقة التنظيف، الحشو، طريقة التسوية المظبوطة، واللون الخطير اللي في التحمير اللي هو واخده ده. وكمان في الفيديو في كل تفاصيل، يعني قد ايه ممبار ياخد قد ايه رز، والرز يطلع معاكي كده مفلفل مش معجن، واللون الجميل في التحمير ده. كل ده عاملينه في نفس الفيديو، يعني كل اي حاجة تختص بالممبار معمول. ومش هننسى بقى مشغلين الفرن، هنعمل بقى برام رز معمر، يطلع معايا الرز كده مفلفل مش معجن طري، وطبعا واخد بقى طعم بقى السمنه الفلاحي والفخار والفرن، وكمان واخد اللون الجميل اللي هو واخده من بره. يا ريت تجربوا كل الوصفات بجد، وصفات كلها تنفع للعزومات، كلها حلوه للعيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا كده بالايام بالخير والبركه يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله.